السلام، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر بدوري أنا بصفتي رئيس المكتب التنفيذي الولائي لجمعية الوفاء الوطني كل الحضور، كل باسمه ومقامه، من بينهم الدكتور المحاضر السيد سريج محمد، دكتور خريج جامعة سوربون، وكذا المرشد السياحي الذي سوف يعرفنا ويعطينا معالم السياحية وهران وتاريخ وهران السيد هارون كرشي. تاني مشكور. تاني كما أود أن أشكر الحماية المدنية والسلطات الشرطة والأمن الحاضرين معنا والكشافة وكل الجمعيات الفاعلة الحاضرة معنا هنا، بما فيها جمعيات رياضية وثقافية وخيرية واجتماعية. والآن سوف أوجه كلمة إلى السيد هارون بركان كراشي ليقدم لنا تعريف حول تاريخ وتراث ولاية وهران. وكما أقول لكم وأقدم لكم نفسي السيد تسر العربي من مواليد بني بوسعيد، دائرة بني بوسعيد، ولاية تلمسان، وأمثل بني بوسعيد والكاف وبني سنوس بهذه اللغة. يمتكن غيث ما يسمى لو الناس سلام خون سنوس السني دون النار سكتن تندلين تمسلت ما يمتن تمسلت. ما معنى كلمة هذه التعليق؟ السلام عليكم. السيد أمين معنا رئيس المرصد الوطني للسياحة والفندقة بالجزائر. اليوم كان حضورنا لهذه الندوة باعتبارنا كخبراء في مجال السياحة، اللي كان الحديث أكثر على السياحة الثقافية التي تعد هي اللي تبرز العادات التقاليد ولهجات بلادنا الجزائر. من هذا المنبر نشكر كل الحضور والفاعلين اللي نجحوا هذه الندوة، من بينها الأسرة الإعلامية، السلطات العمومية لمدينة مسرقين، والسلطات المدنية كذلك كانت حاضرة وبكثرة. ومن هذا الباب ندعو إن شاء الله تكون السياحة بهذه الولاية هدافة ورائدة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم رانا متواجدين هنا في مسرقين على مستوى مكتب البلدية لفعاليات المنتدى الوطني للتعريف بالثقافة الوهرانية، وهذا من تنظيم جمعية الوفاء الوطني للإبداع الثقافي المكتب التنفيذي لولاية وهران. وراه حاضرين معنا هنا السلطات المحلية لمسرقين بما فيها السيد رئيس مجلس الشعب البلدي ورئيس الدائرة، وكذا بعض الجمعيات الحاضرة المدعوة من ولاية وهران وخارج وهران، من بينهم تلمسان، سعيدة والجزائر العاصمة. ونشكروا الجماعة اللي حضروا معنا كل واحد باسمه ومقامه، وإن شاء الله نكثروا من هذه المبادرات هكذا للتعريف بتاريخ وتقاليد وهران العتيقة هذه. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نشكر جمعية الوفاء الوطنية للإبداع الثقافي مكتب ولاية وهران على تنظيم هذه المحاضرة واليوم الدراسي حول الثقافة الجزائرية. إذن أنا كرئيس مجلس الشعبي البلدي وباسم كل أعضاء المجلس الشعبي البلدي أرحب بضيوفنا الكرام المتواجدين على مستوى هذه المكتبة البلدية، ونقول لهم باللي مرحبا بكم في أي وقت، وخاصة المجتمع المدني اللي أكون له كل احترام، لأنه بلا المجتمع المدني عمرنا ما نوصل باش نحقق البرنامج تاعنا. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا قائدة من فوج التقوى، قائدة الكشافة الإسلامية الجزائرية فوج تقوى لبلدية مسرقين. هنا نتواجد في مكتبة مسرقين. نشكر جمعية الوفاء الوطنية
للإبداع الثقافي لحط رحالها هنا في بلدية مصرغين. ونشكر رئيس المجلس الشعبي البلدي على هذه المبادرة وعلى الإخوة. السوقان الغربنديني وزيون شي بني بوسعيد ولاية تلمسان سنين بني سنوس أكي الكاف توسيوي سي ساول سمازيغ سي تغر نغدا فاضلي بدا توتشات سنين تون ساول سمازيغ باش وذا نغسين مثلا السيول كيما غادي يمضلنا هنين سنين هذا بنو ذاين خطو ذاين قص حقارنهن انت ربي هذه إدارة سنة تيلين فانت مورث ذا درس سنة هذا سنير دي ثمورث سنة إن شاء الله انت ربي أهني غبن ما إلى غبن نغسل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا احنا متواجدين حاليا بمسرقين بمبادرة من الجمعية الثقافية يعني ندخل مباشرة أن مثل هذه المبادرات ومثل هذه النشاطات احنا في أمس الحاجة إليها في ولاية وهران التي ولاية معروفة تاريخيا بآثارها برصيدها التاريخي. نتمنى أن تعم هذه المبادرات على جميع البلديات وفي جميع المجالات. نشكر كل القائمين بهذا النشاط وعلى رأس الجمعية ونشكر كل الضيوف اللي يشرفونا بالحضور تاعهم في مدينة نحتز بها في بلدية نحتز بها وهي بلدية مسرقين. وتحية خالصة لكل الجمعيات الناشطة بولاية وهران وتحية خالصة لكل الناشطين والقائمين على هذا الميدان. سوزرا مزيغية الشلحة كما تبغي. سوات زيد هيا يطلق لها الماء بالصفية.